تعاونية الثورة الزراعية الشهيد فضيل الطيب رقم 5 والتابعة لبلدية تنيرة الأم آنذاك هي نموذج فلاحي لكل التعاونيات الفلاحية بالثورة الزراعية على مستوى الوطن، والمقدر عددها ب 5547 تعاونية. انبثقت الثورة الزراعية في عهد الراحل الرئيس هواري بومدين رحمه الله في نوفمبر 1971 بموجب ميثاق الثورة الزراعية آنذاك، حيث قرر الرئيس هواري بومدين آنذاك توزيع 2,500,000 هكتار على معظم مواطنو الأرياف في كل ربوع مناطق الوطن ضمن مجموعات من المستفيدين داخل تعاونيات فلاحية مهيكلة عدد أفرادها ما بين 20 و30 فردا، يديرها رئيس تعاونية ونائب يتم انتخابهم من قبل المجموعة الفلاحية ذاتها بالأغلبية على أن تجدد كل 4 سنوات. كان الفلاح يستفيد من قطعة أرض تقدر مساحتها 12 هكتار ومنحة شهرية تقدر ب 175 دينار جزائري في بداية مرحلة الثورة الزراعية من سنة 1972. ضف إلى ذلك تلك المساعدات والإعانات الشهرية التي كانت تقدمها الدولة آنذاك، والمتمثلة في توزيع 50 كيلوغرام من الدقيق الممتاز و15 كيلوغرام من الزبدة والزيت والسكر كل شهر مع بطانيات وأغطية شتوية. حيث كان مضمون ومفهوم الثورة الزراعية لدى رئيس بومدين آنذاك هو القيام بتوزيع عادل وفعال لكل الثروات ووسائل الإنتاج الزراعي من أجل تحسين ظروف معيشة الفلاحين البسطاء داخل الأرياف بمساعدة الدولة داخل نظام الثورة الزراعية كما خطط لها الرئيس الراحل آنذاك. الأرض هذه عزيزة، يا إما الواحد يحبها وإما ما يحبهاش، معروف فيها معناها الأرض لازم تسوي ما تبقاش تحبه أبدا. الثورة الزراعية هي الاستنتقام طبقة من طبقة أخرى. احنا لا نؤمن بهذه الفكرة. الهدف هو أبعد من هذا، هو تغيير الأرياف الجزائرية، وكان لابد من خلق قرى، فلهذا قررنا مشروع ال1000 قرية. كانت بلدية تنيرة قد استفادت من مشروع بناء مخزن للبقول الجافة والحبوب والخضر وبئر لفائدة تعاونيات الثورة الزراعية على مستوى البلدية في إطار برنامج التنمية المحلية للبلدية في سنة 1971 كان ممول من قبل الدولة. استفادت تعاونية الشهيد فضيل الطيب رفقة بقية التعاونيات على مستوى الوطن من جرار داتس فار سنة 1974 ومحراث وعربة، الأمر الذي عزز خدمات الأرض وزاد من إنتاج حبوب القمح والقمح الصلب والشعير والخرطان بشكل وفير وصل في بعض الأحيان إلى 50 و60 كنطار في الهكتار. كانت تجربة الثورة الزراعية آنذاك ناجحة بالنسبة إلى حياة الفلاح البسيط الذي كان يقتات من تلك الأرض معتمدا على خدمة الأرض وما ينتج عنها من الاكتفاء الذاتي.
رحم الله الرئيس هواري بومدين الذي كان السبب بعد الله في خدمة وترقية المواطن البسيط في الإنتاج الزراعي والصناعة والثقافة، حيث ساهم بشكل مباشر في بناء الجامعات والمدارس والمستشفيات، وعزز من القدرة المعيشية للمواطن البسيط الذي عرف ازدهارا في عهده، وعم التعليم والطب المجاني في كل مؤسسات الدولة. نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وأعطته الأرض. نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح. نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت البلاد. نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد. نفتخر بديمقراطية الجامعات، بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات متاع البلاد. نفتخر بديمقراطية الطب المجاني. نفتخر بديمقراطية أن لا سيد في هذه البلاد، أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد.